لو ابنك عنده ارتجاع يبقى لازم تركزي في الفيديو ده. اولا لازم تعرفي انه لو بيرجع لبن ابيض بس، مش اصفر ولا اخضر، ومش مستمر مع كل رضعه، بيمرر براز عادي وبطنه مش محجره ولا منتفخه، بيكبر وبيزيد في الوزن، فحابه اطمنك ان ده ارتجاع فسيولوجي طبيعي وبسبب ضعف العضله القابضه ما بين المريء والمعده. مع نمو الطفل وزياده قوه العضله 60% من الاطفال دي بتتحسن عند 6 شهور، و90% منهم بيتحسنوا عند سن سنه، والباقي بيتحسن عند سن سنتين. فالافضل اننا ما نديش علاج، خاصه ليه اثار جانبيه على المدى البعيد. كل اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نظبط الرضاعه، بدل كل 4 ساعات يبقى نص الكميه كل ساعتين، ننيمه بزاويه 45 درجه، ولو بترضعي طبيعي وبتشفطي ممكن نتقل اللبن ده شويه بحيث يركز في بطن الطفل، سواء بمعلقه رز او معلقه شوفان مطحون، ومن هنا ظهرت فكره البان الاي ار. اما لو الارتجاع ده عمل مضاعفات فهنا بنسميه ارتجاع مرضي، وده بسبب زيادة حمض المعدة اللي بيطلع على المريء وياكل الغشاء المبطن ليه، فبيعمل ألم شديد جدا للطفل بيخليه يرفض الرضاعة، وبنشوف معاها متلازمة ساندفير، أو إنه يطلع من المريء ويدخل على الرئة، فالطفل كل شوية يجي بالتهابات رئوية متكررة، صدره بيزيق، صوته مبحوح، ترجيع وعياط مستمر، والالتهابات الرئوية دي بيكون ليها شكل مميز قوي في الأشعة. وهنا لازم نتدخل بالعلاج، والعلاج هنا هو البي بي اي من النوع ازموبرازول. دي ادويه بتقلل انتاج حمض المعده زي اكياس النكسيوم او الازموراب، بتتاخد على معده فاضيه قبل الاكل بنص ساعه، ويفضل طبعا ان هي تكون صباحا لمده اسبوعين، وبنرجع نقيمه تاني.